ان انا لو اتسرعت ممكن اخسر وتبقى خساره اكبر. لو اتاخرت في قرار الشراء فانا قيمه فلوسي كل يوم بتقل عن اللي قبله، فمش هقدر ان انا اشتري. هوصل نقطه اللي انا ما اقدرش ان انا اشتري. نلاقي بعض العقارات في خلال سنه واحده سعرها زاد 50 60%. فده تاني تخوف ممكن يقابلني في الفتره اللي احنا فيها النهارده. السلام عليكم. النهارده انا اكيد هتكلم على الموضوع اللي اكيد شاغل الناس كلها، سواء اللي بيشتري عقارات او اللي بيشتري اي حاجه عموما في البلد، وهو موضوع زياده الاسعار. الزياده السريعه في سعر الدولار اللي بالتالي بتاثر في زياده سريعه في سعر كل حاجه. زياده في الخامات، زياده في المنتجات العاديه، زياده في العقارات، زياده في الذهب، في كل حاجه في البلد تقريبا. بقينا بننام بنصحى تلاقي الموضوع سعره زاد، ومش زيادة بسيطة، لا ده ممكن تتخطى ال 10 15% كزيادة. فطبيعي وانا بشتري عقار في الفترة دي اكيد هبقى قلقان، اكيد هبقى شايف انا عندي تخوف. اكيد الزيادات الكتيرة دي كلها حطت جوايا تخوفات كتيرة وحطت جوايا تساؤلات، وبقى اللي بيشتري خايف واللي بيبيع هو كمان خايف. يعني اللي بيبيع خايف ان هو يبيع النهارده بسعر فيلاقي الاسعار زادت فيبقى هو خسر الزياده اللي ما زودهاش. طب اللي بيشتري بيبقى خايف ليه؟ طبعا في كام نقطة أساسية هو بيبقى خايف منهم، أو إحنا بنشتري بنبقى خايفين منهم. يعني أول نقطة هتبقى مخوفة أي حد بيشتري، فكرة إن أنا لو اتأخرت في قرار الشراء فأنا قيمة فلوسي كل يوم بتقل عن اللي قبله. أنا النهاردة لو بشتري وحدة مثلا معايا 2 مليون، بشتري وحدة هتجيب لي مساحة نفترض 100 متر، لا ده بعد كام يوم ده بقت بتجيب لي 80، بعد كام يوم 70، تجيب لي 60، الاقي نفسي مش عارف اشتري. انا معايا مثلا 600 700 الف كاش، فانا كنت اقدر احطهم كاش في مكتب صغير، لا ما بقتش قادر وبقيت محتاج رقم اعلى شويه، وهكذا. فده اول تخوف عند اي حد بيشتري، ان انا كل ما بستنى كل ما فلوسي بتقل والمنتج قيمته عماله تغلى وتزيد، فمش هقدر ان انا اشتري. هوصل نقطه اللي انا ما اقدرش ان انا اشتري. وده فعليا شفناه، يعني في شركات زودت الاسعار. بنتكلم مينيموم اقل حد زود 10%، وفي ناس وصلت ل 25%. الزياده اللي كان المفروض تحصل في خلال مثلا سنه سنه ونص حصلت في خلال شهر. الزياده اللي المفروض انا مشتري النهارده مثلا المتر ب 20، فبعد كام سنه يبقى المتر ب 30، لا هو فجاه بقى ب 30. فالزيادات بقت سريعه جدا ليه؟ بسبب الزياده الرهيبه في سعر الدولار، واللي اثرت على سعر الخامات واثرت على سعر كل حاجه، فبالتالي العقار هو نفسه سعره زاد. ولو فضلنا ماشيين في نفس الاتجاه ده ممكن نلاقي بعض العقارات في خلال سنه واحده سعرها زاد 50 60%. يعني اللي هو لو كان النهارده ممكن اشتريها بمليون، اخر السنه الاقي نفسي بشتريها بمليون ونص، بشتريها بمليون 600. فطبعا دي نقطة أكيد هتخليني إن أنا لو حاطط بادجت معين ممكن تخليني ما أقدرش إن أنا أشتري خالص. تاني تخوف، لو أنا بقى ما استنيتش وقلت أنا هاخد القرار وهشتري وهدخل مع مطور، بيبقى التخوف اللي بيحصل عند أي حد إن أنا طب افرض دخلت مع مطور ضعيف، المطور ده ما التزمش، المطور ده ما سلمش في مواعيده، المطور ده ما التزمش بمواصفات التشطيب اللي احنا متفقين عليها، او بالاسعار اللي احنا متفقين عليها، او بمواعيد الاستلام اللي احنا متفقين عليها. ده طبعا تخوف هيبقى موجود، لان زي ما انا الحاجه بتزيد عليا هي بتزيد على المطور. فانا لازم ابقى خايف هل الناس اللي انا داخل معاها دي هتلتزم وهتنفذ بنفس المستوى والمواعيد دي ولا لا. فده تاني تخوف ممكن يقابلني في الفترة اللي احنا فيها النهاردة. وفي نفس الوقت في تخوف تالت، ان انا بسبب الزيادات السريعة وبسبب ان انا عايز الحق نفسي وعايز الحق قيمة الفلوس ما تقلش، فاشتري وخلاص. فلاقي نفسي بعد كده لما اقعد وافكر ان انا اشتريت مع مطور ضعيف، او الاقي نفسي ان انا اشتريت حاجة غالية قوي مقارنة بسعرها، او اشتريت حاجة مش مميزة خالص، فبالتالي تبقى صعبة في تشغيلها وصعبة بعد كده لو حبيت ان انا ابيعها. فده التخوف تاني، ان انا لو اتسرعت ممكن اخسر وتبقى خساره اكبر. مش ان انا بس قيمه فلوسي نزلت، ان انا خدت مكان مش كويس، ان انا خدت مكان مش هقدر اكسب منه. فدايما احنا بنوصل يعني في الفتره دي معظم الناس بتوصل عند نقطه ويقف، انا مش عارف ايه الصح ومش ايه الغلط، طب اعمل ايه، طب اتحرك ازاي، طب ايه الاوبشن الافضل ليا دلوقتي، هل استنى، هل اشتري، طب المطورين كويسين. فكل ده بيخليني واقف مش عارف ان انا اخد القرار. فلو بصينا للموضوع بالمنطق شويه هنلاقي ان احنا نستنى غلط، يعني ان انا اخر القرار بتاع الشراء ده غلط طبعا. وان انا برضه اتسرع واشتري اي حاجه وخلاص برضه غلط. لازم اوسطن الامور، ان انا اخد قراري بتأني وادرس الموضوع كويس، بس في نفس الوقت اسرع خطواتي. يعني لو انا مثلا اقدر ان انا لا انا بنزل اشوف الشركه او اقعد مع الناس في يوم اجازتي،
لا اخد اجازة يوم من الشغل وابدر النزولة دي شوية. لو انا مثلا مستني حاجة معينة تحصل عشان اشتري وانا عارف ان الحاجة دي هتحصل، لا خلاص اشتري دلوقتي وابني نظام سدادي على الفلوس اللي جايه لي او على الحاجه اللي هتحصل. احاول اسرع قراري شويه من غير ما يبقى فيه استعجال، من غير ما افقد حته ان انا ادرس المواضيع. ولازم في الفترة دي ابقى عندي قناعة ان اي مكان هحط فيه الفلوس دلوقتي هو اكيد هيحافظ لي على قيمتها اكتر من ما اركنها في البنك. يعني حتى لو المكان ده مش رقم واحد كتميز، بس ستيل هو هيحافظ على الفلوس وهيحافظ على قيمة الرقم اللي انا هحطه فيه اكتر ما افضل راكن الفلوس جنبي وانا مش عارف هعمل بيها ايه. لان زي ما قلنا هي قيمة الفلوس يوم عن يوم بتقل. تاني نقطة، لازم ابقى انا فاهم انا هشتري بكام، امكانياتي الحقيقية ايه كمقدم واقساط، واشتري بناء على الامكانيات دي. وابقى متقبل ان انا امكانياتي لو مليون فالمليون تحطني دي في المنطقة دي، لو امكانياتي اتنين فهي تحطني في المنطقة دي. ابقى انا عارف ايه المنطقة اللي هشتري فيها، والمنطقة دي تبقى اميز منطقه طبقا لامكانياتي. مش شرط تبقى اميز منطقه في الكون، عادي ان هي تبقى قليله شويه في التميز، بس ابقى انا واثق ان فلوسي دي انا بحط المليون هنا فانا عارف ان ده احسن حاجه ممكن تجيبها لي المليون جنيه. بحط 5 مليون هنا فانا عارف ان ده احسن حاجه تجيبها لي ال5 مليون جنيه كقيمه مقابل سعر، كموقع، كاسم شركه، كخدمات، كنظام سداد. فبالتالي في الخطوات دي انت لازم ما تتحركش لوحدك، لازم تبقى معاك حد. انت تبقى فاهم الاول انت بتتحرك ازاي، ومعاك حد فاهم كويس جدا في المكان اللي بتشتري فيه، يحدد لك نوع استثمارك، هتروح اداري ولا تجاري ولا سكني، يحدد لك انسب شركة وانسب منطقة وانسب مشروع، يضغط لك مع الشركة في نظام سداد مريح، يتكلم في القانونيات، يبقى عارف سابقة اعمال الشركة وهل هي ناس محترمة ولا لا. لازم النقط دي كلها ابقى لاممها انا داخل اشتري وانا داخل احط فلوس، وخصوصا في الفترة اللي احنا فيها دي. تالت نقطة، عشان ابقى مطمن للمطور اللي انا رايح له، لازم يعني حاجة من اتنين، يختار مطور محترم وليه سابقة اعمال وحد ثقة وليه هيستوري كبيرة قبل كده، فابقى انا مطمن ان الناس دي نفذت قبل كده، فالناس دي هتعرف تنفذ مرة واثنين وثلاثة، الناس دي عدى عليها تعويم قبل كده وبنوا والتزموا، فبالتالي هقدر ان انا هيقدروا ان هم يلتزموا بعد كده قدام. او ان انا اختار حد هو اوريدي خد خطوات في موضوع البنى، ظهر على الارض شويه، المشروع بتاعه بقى هيكل خرساني، في شويه انشاءات في الموضوع، فده يطمني. يبقى يا اما مطور محترم ليه سابقه اعمال، يا حد اشتغل في التنفيذات وبدا يظهر على ارض الواقع التنفيذ بتاعه. لكن ما اروحش لمطور صغير مش معروف وملوش سابقه اعمال وما بداش انشاءات لسه. طبعا دي نقطة هتبقى مش أحسن حاجة إن أنا أعملها لنفسي. النقطة اللي بعدها إن أنا ما أروحش لأرخص سعر وخلاص. يعني الفترة دي مهم إن أنا آخد حاجة كويسة بالفلوس بتاعتي، بس ما أجريش ورا السعر بس. ان هو انا عايز حاجه رخيصه فيبقى انا كده حافظت على فلوسي. ما ممكن الحاجه الرخيصه دي يبقى موقعها مش مميز، يبقى شركه مش كويسه، يبقى نظام سدادها مضغوط، يبقى نسبه تحميلها عاليه. فلازم اركز في النقط دي اهم قبل السعر. وفي نفس الوقت ما اروحش للحاجه الغاليه قوي فاقول والله دي غاليه فكده مضمونه. لا، ممكن تبقى غاليه قوي فبالتالي تفقد قيمتها. غاليه قوي فلو هي ب4 وانا المفروض اكسب منها جنيه ما اقدرش اكسب الجنيه ده. فلازم برضه اوازن الدنيا شويه. فعشان اقدر اوازنها لازم يبقى معايا حد هو عارف السوق كله وفاهم السوق كله، ويقدر يقول لي دي سعرها كويس، لا دي غاليه، دي مكانها وحش، واتحرك معاه في الاتجاه ده. النقطة اللي بعدها وانا بشتري احاول اخد انظمة السداد الطويلة، زي كنا اتكلمنا قبل كده من فترة عن موضوع المحفظة العقارية، اللي هو انا لو اشتريت حاجة ب 2 مليون فهي انا ما دفعتش ال 2 مليون كاش، انا بقسطهم على 10 سنين مثلا، بس انا لما بكسب انا بكسب على ال 2 مليون كلهم. فهي دي الفكرة، ان انا لو هشتري حاجة اخدها على انظمة سداد طويلة، ال8 سنين وال10 سنين، فبالتالي يبقى الموضوع مريح ليا في السداد، وفي نفس الوقت انا خلاص حافظت على قيمة فلوسي. بقى القسط اللي انا بدفعه شهريا ده وانا كده زي اكني عامل حصاله، بس المكسب بيجي لي على المجمل كله. فطبعا انظمه السداد الطويله هي احسن حاجه ان احنا نعملها في الفتره اللي احنا فيها دي. أنا عارف ان القرار مش سهل، وعارف ان كله بيبقى عنده تخوف، وان اي فلوس بتتحط في عقار هي دي تعب وشقه فتره طويله جدا. فاكيد اتمنى لاي حد بيشتري في العاصمه او بره العاصمه ان هو يبقى موفق في اختياره، ان هو يوصل لاختيار كويس جدا في الاستثمار بتاعه ويقدر يكسب منه. ولازم نصيحة تدرس الموضوع صح وتدرسه كويس جدا عشان فعلا تقدر توصل للاستثمار المضمون. لو انت بتشتري في العاصمة الإدارية الجديدة كلمني وهتلاقيني معاك، هدرس لك الموضوع، هعمل لك المقارنات، هقول لك ايه احسن المناطق، ايه احسن المشاريع، احسن العروض اللي ممكن نروح لها، الشركات اللي هنروح لها هنسعى ان احنا نجيب لك فيها خصومات كويسة، وهنقول لك الموقف القانوني بتاع الشركة كويس جدا والعقود بتاعتها هنوضحها لك، هنقول لك سابقة اعمال الشركة. هتلاقيني معاك خطوة بخطوة لغاية ما توصل لاستثمارك الآمن. كلمني وخليني معاك في اختيارك في عقارك الجديد.